الكلاسيكو هنتكلم النهارده عن ما قبل كده مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الاسباني اللي هتبقى النهارده الساعة 9. فربنا يستر وان شاء الله يبقى انتصار النهارده لريال مدريد علشان نعوض كده الماتش الاخير اللي كان في الدوري واللي كانت نتيجته مش يعني مش لذيذة تماما. فربنا يستر. فيلا بينا كده علشان نتكلم عن تشكيلة الفريقين المتوقعة وايه اللي حصل في المؤتمر الصحفي للريال امبارح وشوية احصائيات كده عن تاريخ الكلاسيكو. فيلا بينا. مبدئيا ريال مدريد وبرشلونة اتقابلوا 17 مرة في السوبر الاسباني، 10 مرات قدرت ريال مدريد ان هي تنتصر فيهم وخمس مرات انتصرت فيهم برشلونة. ان الفريقين في السوبر الاسباني اكبر نتيجة كانت ما بينهم كانت بنتيجة 4-1، وهي حصلت 3 مرات والثلاث مرات كانوا في صالح ريال مدريد. وكمان الفريقين اتقابلوا 3 مرات في السوبر اللي كان بيتعمل بالشكل الجديد في السعودية. مرة قدرت ريال مدريد ان هي تخرج برشلونة من قبل النهائي اللي هو نص النهائي ده، واتقابلوا مرتين في النهائي، مرة فازت فيها برشلونة ومرة فازت فيها ريال مدريد. فحتى الآن المحصلة ريال مدريد أخذ من برشلونة بطولة وبرشلونة قدرت إن هي تاخد من ريال مدريد بطولة. اما بقى عن طريق الفريقين في السوبر الاسباني السنه دي، فنبدا كده بالفريق اللي لعب ماتش الاول وهو برشلونه، اللي لعب قدام اتلتيك بلباو وقدر ان هو ينتصر عليهم بنتيجه 2-0. برشلونه اللي سجل الهدف الاول في الماتش عن طريق جافي، وبعد كده بلباو يعني حاولت ان هي ترجع في الماتش تاني وتسجل هدف، ولكن الحكم الغاه بداعي ان هو تسلل. انا شايف ان الجون كان يتحسب، ولكن دي خلاص بقى حاجات مش هنتكلم فيها. والجون التاني برشلونة قدرت ان هو تسجله عن طريق لامين يامال في استلامة عالمية. الواد ما شاء الله استلامة حلوة قوي بظهره ودخل وبقى منفرد مع الحارس وبيهوش ان هو هيحطها في الشمال ويروح حاططها للحارس في الضيقة. فانهاء حلو قوي من لامين يامال. ماتش كان برشلونة في بالدي قدر ان هو يعمل اسيست، جافي قدر ان هو يجيب جون ويعمل اسيست، ولامين يامال يحرز هدف. ولكن الماتش كان رافينيا فيه مش احسن حاجه بسبب ان هو متعود ان هو في الاكتر بيلعب في العمق، ولكن جافي بعد العوده من الاصابه بقى هو اللي بيلعب في العمق ورافينيا راح على الجبهه الشمال. فرافينيا مستواه قل سنه، وطبعا كان في قدام ليفاندوفسكي اللي ضيع ولا مليون الف دشليون هدف النهارده او يعني في الماتش بتاع برشلونة. فمصدر الخطورة الأكبر في الماتش كان جافي في وجهة نظري، ولامين يامال طبعا هو أهم واحد في منظومة برشلونة، هو وبدري. ونروح بقى الماتش ريال مدريد وريال مايوركا، الماتش اللي انتهى بنتيجة 3-0. ولكن ما تتخدعش لان الماتش ده هو جه فيه الهدف الاول كان في اخر الماتش اصلا، وبعد كده جه في الجونين في اخر دقيقتين كده في الدقيقه 92 و96. فريال مدريد كانت الماتش صعب عليها وقدر ان هو يسجل الهدف ده كان في الدقيقه 70 تقريبا، وكان هدف يعني دخل بطلوع الروح عن طريق بلينجهام. الكرة اللي فينيسيوس رفعها دخل امبابي شوطها او في الاول دخل رودريجو اصلا حطها بدماغه في العارضه، بعد كده دخل امبابي شوطها حارس صدها، بعد كده بلينجهام قدامه 5 لعيبه والحارس حطها ما بينهم. فيعني الحمد لله الكرة قعدت وقت طويل قوي علشان تخش. وبعد كده بقى خلاص الماتش فتح في اخر الماتش، جون سجله مدافع ريال مايوركا في نفسه، وبعد كده جون سجله رودريجو علشان الماتش يخلص 3-0 وتصعد ريال مدريد هي كمان علشان يبقى عندنا كلاسيكو رايق قوي في الفاينل. اما بالنسبه بقى للمؤتمرات الصحفيه كده اللي كانت قبل الماتش، فطبعا اتعمل برضو زي ما بيتعمل دايما في السوبر لقاء ما بين فليك وما بين انشيلوتي وتجميع الفريقين وان هم يتصوروا سوا جنب الكاس. والمؤتمر الصحفي بتاع انشيلوتي كان اتسأل فيه عن الاصابات اللي حصلت، ان تشاوميني كان اتصاب في الماتش، وبعد الماتش كمان لقينا ان فالفيردي وبيلينجهام عندهم اصابات عضليه كده. ولكن انشيلوتي اكد ان شاء الله بيلينجهام وفالفيردي كانت عندهم اصابات خفيفه وهيلعبوا الماتش، وتشاوميني في احتماليه ان هو يبدا يعني يلحق الماتش. واتمنى يا رب ان هو ما يلحقش الماتش، يعني يا رب يبقى كويس ومش تعبان وما بيتألمش بس ما يلعبش الماتش. وطبعا على الناحية التانية برشلونة فرحانين جدا بتسجيل داني اولمو وان هو هيقدر ان هو يشارك في الماتشات،
ولكن هل فعلا بقى هيشارك؟ هل هيلعب على الجناح الشمال مكان رافينيا ورافينيا يخش هو في قلب الملعب، ولا هيلعب مكان جافي هو في قلب الملعب على طول؟ فلسه مش معروفه. ولكن شفنا الفيديو بتاع لابورتا وهو ماشي وعمال بيحتفل وبيزعق ان هم اخيرا قدروا يسجلوا داني اولمو حتى لو مؤقتا. تشكيلة بقى برشلونة المتوقعة في رأيي هي هتبقى نفس التشكيلة اللي لعبوا فيها قدام بيلباو. في حراسة المرمى تشيزني، رباعي خط الدفاع كوندي وكوبارسي ونياجو مارتينيز وبالدي، واتنين في خط النص كاسادو وبدري، وقدامهم جافي، والناحية اليمين يمين يامال، والناحية الشمال رافينيا، وفي الهجوم ليفاندوفسكي. يعني بتهيألي مش هيتغير حاجة، إلا لو اتغير مثلا هيبقى إناكي بينا لو رجع من الإصابة ويلعب هو مكان تشيزني اللي ما كانش المفروض إن هو هيلعب ماتش السوبر، ولكن يخش كده في آخر اللحظات بسبب إصابة إناكي بينيا ويعمل ماتش عالمي قدام بلباو، وكان حلو قوي 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 في الماتش ده. اما بقى بالنسبه لتشكيله ريال مدريد، فاتمنى الماتش تبدا تشكيله الريال بتيبو كورتوا في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع اتمنى يكون فالفيردي هو اللي بيلعب باك يمين علشان يقدر ان هو يسد شويه قدام لعيبه برشلونه، والناحيه الثانيه في الباك الشمال مش عارف بصراحه، اتمنى مين فيكم انتوا الاثنين بتقدموا اداءات مش حلوه في الوقت اللي في الاخر. فران جارسيا احسن، ولكن يعني هبقى بامل ان فيرلاند مندي يكون استعاد مستواه الدفاعي، هو كيكا زي الزفت هجوميا، ولكن اتمنى ان هو يكون استعاد شويه من مستواه الدفاعي وهو اللي يبدا. وفي قلب الدفاع لازم يا رب راؤول اسينسيو هو اللي يلعب علشان ما يحصلش كوارث، لان تشاوميني ده مش مركزه وهو اصلا وحش، وراؤول اسينسيو ده مركزه والواد ما شاء الله حلو وبيلعب في ماتشات يعني اللي بيلعب فيها بنطلع فيها بكلين شيت وبيبقى كويس وبيأدي ومفيش اي سبب ان هو ما يلعبش. ويبقى جنبه روديجير ثلاثي خط النص. طبعا لو لوكا مودريتش قادر بدنيا ان هو يلعب الماتش، وان هو لو الماتش كمل لل90 او يعني كمل فيما بعد بدنيا هو قادر، يبقى طبعا 100% تبقى مودريتش وبيلينجهام وكامافينجا، وثلاثي الهجوم طبعا رودريجو وفينيسيوس ومبابي. واتمنى ان يكون مبابي مش هو المهاجم ويروح على الوينج وفينيسيوس هو اللي يخش في العمق، سواء هو او رودريجو، علشان فكره مصيده التسلل. انا فقدت الامل في مبابي بصراحه في مصيده التسلل، اتمنى ان هو يركز كده. ويعني بص نشرحها لك، انت لازم ما تعديش اللعيب علشان ما تبقاش اوفسايد. هيبقى عندك لعيب مثلا، لعيب اهو المدافع بتاعه ما تعديهوش، المفروض تقف وراه قبل ما الكره تتلعب. انت بعد ما الكره تتلعب انت اسرع منهم كده كده، فهتروح سابقهم، فما تطلعش قدامهم عشان ما تبقاش اوفسايد. يا رب ربنا يستر ما يقعش في الاوفسايد للمره 13 علشان 12 مره في الكلاسيكو انا تعبت. في النهاية نتمنى نفوز ريال مدريد إن شاء الله ببطولة السوبر، علشان يبقى ريال مدريد السنة دي دخل في 3 بطولات وكسب ال3 إن شاء الله، وكمان علشان نمحي آثار الهزيمة الأليمة بتاعة الدوري برباعية. بصراحة كان ماتش يعني يقهر، فربنا يستر. وبس كان كل فيديو النهارده، اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا وعن الكورة عن الفانتسي. سلام.